تفاصيل أكثر قربا من هذه المواجهة مشاهدينا الكرام يأتينا بها من جوزيبي سينيغاليا زميل غازي العمري مراسل أبو ظبي الرياضية هناك. أهلا غازي. مساء الخير أسامة، تحية لك، تحية للكباتن في الاستوديو ولكل مشاهدي قنوات أبو ظبي الرياضية. أجواء باردة ولكنها ساخنة في مدرجات هذا الملعب الذي سيكون غاص بالجماهير احتفاء من جماهير كومو بحضور يوفنتوس إلى أرضية هذا الملعب. أجواء كبيرة في المدرجات لأهمية أيضا المباراة لكلا الفريقين، سواء لفريق كومو الذي يريد استعادة التوازن بعد خسارتين متتاليتين أمام فريق بولونيا وأتلانتا، أو يوفنتوس أيضا الذي يريد تحقيق الانتصار الثاني على التوالي للمرة الأولى منذ شهر فبراير مع سلسلة التعادلات الكثيرة. مع انخفاض مستوى الفريق يوفنتوس عانى كثيرا في الآونة الأخيرة. يوفنتوس تاريخيا أسامة لم يخسر في آخر 22 مباراة لعبها أمام فريق كومو. آخر فوز لفريق كومو على حساب يوفنتوس يعود أسامة إلى عام 52. تخيل، منذ مدة طويلة جدا لم ينجح فريق كومو بالفوز على فريق يوفنتوس، ولم ينتصر على يوفنتوس في آخر 10 مواجهات جمعت الفريقين هنا على أرضية هذا الملعب. مباراة اليوم يبدأ فيها يوفنتوس بفلاهوفيتش على دكة البدلاء، يبدأ كولو مواني أساسيا، اللاعب الذي وضع بصمة كبيرة منذ وصوله للفريق، سجل 3 أهداف في أول مباراتين. اليوم بإمكانه معادلة رقم روبرتو باجيو الرقم الصامد منذ موسم 90-91 عندما سجل باجيو في المباريات الثلاث الأولى له في بطولة السيريا. فريق كومو أيضا يبدأ اليوم باللاعب سمولتشيتش للمرة الأولى، يبدأ أساسيا في تشكيلة الفريق، وسيقود الكتيبة الهجومية اللاعب نيكو باز اللاعب الأبرز في فريق كومو الذي سجل في آخر 4 مباريات بيتية لفريق كومو، أول متوسط ميدان يفعل هذا منذ ستيفانو ماوري لاعب فريق لاتسيو عام 2014. واللاعب الآخر الذي سجل في 4 مباريات متتالية أو أكثر تاريخيا في بطولة سيريا كان اللاعب أوجينيو كوريني لاعب فريق باليرمو عام 2006 أسامة. وبالتالي لاعب بالفعل قادر اليوم على صناعة الفارق. ننتظر إن شاء الله مباراة كبيرة بين كومو صاحب الأرض والجمهور والضيف يوفنتوس اليوم أسامة.